كله تمام؟ الحمد لله تمام. الكلام ده صح ولا لا؟ نادي الزمالك كلمك فعلا؟ الكابتن ابراهيم حسن اتصل بيك وطلب منك انك تكون موجود مع نادي الزمالك في يناير المقبل باذن الله؟ لا، الكلام ده مش مظبوط يا استاذ ابراهيم خالص. نادي الزمالك يوم ما بيحب يتعاقد مع لعيب او يوم ما بيحب يتكلم لعيب ما بيكلمهوش لوحده. يعني اكيد النادي بيبقى على الطريقه الشرعيه اللي بيجي لمجلس الاداره. الانديه الكبيره دي طبعا ما بيفوتهاش حاجه زي دي. انا ولا حد كلمني من نادي الزمالك ولا اصلا ولا في حد اصلا نادي الزمالك كلمني على الاطلاق في هذا الموضوع. اللي عايزني طبعا بيجي لمجلس الاداره اولا، لان الانديه الكبيره اهلي زمالك اسماعيلي الانديه الكبيره دي ما بيتكلمش لعيب من ورا ناديه. اكيد لو في حاجه زي كده يجي يكلموا مجلس الاداره. يعني هاني، انت فاضل قد ايه في العقد بتاعك مع نادي الاتحاد؟ فاضل لي الموسم الجاي. الموسم الجاي. مين الوكيل بتاعك؟ كابتن تامر النحاس. كابتن تامر النحاس. ما حصلش يعني اي نوع كمان من انواع الكلام او الحديث مفاوضات ما بين الكابتن تامر النحاس وبين نادي الزمالك؟ قد يكون الكلام مش عن طريقك لكن عن طريق الوكيل بتاعك. لا اطلاقا اطلاقا يا استاذ ابراهيم. انا الفتره دي يا استاذ ابراهيم انا ما بفكرش في عروض خالص. انا كل اللي بيشغلني دلوقتي هي الفرقه نادي الاتحاد. كل اللي بيشغلني النتائج الفرقه. انا ما بيشغلنيش حاجه خالص دلوقتي غير النادي. انت زي ما انت عارف الموقف بتاعنا صعب جدا. عندنا 9 نقاط، موقف صعب. النقاط ما تليقش بنادي الاتحاد ولا مكانه نادي الاتحاد. كل اللي بيشغلني في الوقت الحالي ان هو النادي الاتحاد يطلع من الازمه اللي هو فيها دي. واحنا قادرين، عندنا لعيبه كويسه الحمد لله، معانا جهاز فني محترم، معانا مجلس اداره مش مخلي الفرقه عايزه حاجه. لو نادي الزمالك كلمك وطلب منك انك تكون موجود معاه هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ لا انا نادي الزمالك انا عن نفسي ده شرف لاي لعيب طبعا ان هو يلعب في اهلي، يلعب في الزمالك، يلعب في الانديه الكبيره دي. لكن انا في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الاتحاد انا عمري ما هسيب نادي الاتحاد في الظروف دي وامشي ايا كان. طيب استحملني معلش في السؤال اللي هقوله لك ده يا هاني. البعض بيحملك النتائج الاخيره للفريق، يمكن المباراه الاخيره اللي انت لعبتها امام بتروجيت مش هو ده الهاني سليمان. اخطاء الحقيقه بالجمله. خلينا اكون صريح معاك واكيد انت حاسس بنفسك. ايه الاسباب؟ في حاله كده من حالات عدم التركيز واضحه عليك يا هاني، صح ولا انا بقول كلام مش صحيح؟ لا كلامك هو مش عدم تركيز، هو سوء توفيق يا استاذ ابراهيم. الفرقه كلها بيقابلنا سوء توفيق غير عادي في الماتشات بالذات اللي على ملعبنا. بيبقى علينا ضغط عصبي كبير ان احنا عايزين نروح الناس. جمهور الاتحاد ده كله فرحان، بيبقى علينا ضغط كبير ان احنا عايزين نفرحهم. سوء توفيق غير عادي بيقابلنا في استاد اسكندريه. اول مره تحصل من ساعه ما لعبت في نادي الاتحاد ان احنا كان كل ماتش بيبقى على ملعبنا السنين اللي فاتت دي بالجمهور كنا بناخدوه. فاحنا نازلين كل ماتش علينا ضغط. الناس دي المفروض تفرح. الناس دي جايه بتقطع تذكره عايزه تفرح، احنا مش عارفين نفرحوهم، احنا مقصرين. فهو ده اللي الضغط النفسي اللي بيبقى على اللعيبه ان احنا عايزين بندعي ربنا ان احنا بيبقى واقفين كلنا وقفه كويسه مع بعضينا ان احنا يا جماعه مش عايزين نروح الناس دي زعلانه. الجماهير هجمتك يمكن في المباراه الاخيره بشكل قوي جدا يا كابتن هاني. لا عادي، الجماهير ما هاجمتنيش ولا حاجه. ده كله من الجمهور. ده مش جمهور الاتحاد اللي بيهاجم. جمهور الاتحاد ده جمهور محترم، عمره ما بيهاجم ابنه، وانا ابنهم عمرهم ما هيهاجموني. ولو هاجموني هم من حقهم، الفرقه خسرانه. يعني هم هيطلعوا يبصوا دماغي والفرقه خسرانه؟ مش معقوله يعني. فلازم انا استحمل لحد ما الفرقه تقف على رجليها، وهتلاقي جمهور الاتحاد ده بيقف ورا الفرقه وهو اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه ده. وانا انا عايز اقول حاجه. جمهور نادي الاتحاد ده جمهور والله جمهور محترم، ما يستاهلش اللي بيحصل فيه ده. لكن ان شاء الله الفتره الجايه بمساندتهم معانا هنقدر اللي هم يطلعونا من اللي احنا فيه ده، وان شاء الله احنا قادرين. احنا اللي حطينا نفسينا في الظروف دي، واحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. فاحنا اللي هنطلع نفسنا بمجموعه اللعيبه والجهاز الفني اللي موجود ده. ان شاء الله احنا قادرين ان الفتره الجايه احنا اللي هنطلع نادي الاتحاد من الازمه اللي هو فيها دي باذن الله. كل توفيق ليك يا كابتن هاني ولفريق الاتحاد السكندري. طبعا لازم نتكلم مع اللعيبه، لازم نعرف منهم عشان تكون المعلومه صحيحه. الكابتن هاني سليمان نفى تماما ان يكون في اي مفاوضات مع نادي الزمالك سواء من خلاله او حتى من خلال وكيله تامر النحاس. هو فاضل له سنه في العقد بتاعه، وقال انه شرف ليه ان هو يلعب لاي نادي من الانديه الكبيره سواء كان النادي الاهلي سواء كان نادي الزمالك. ما عندوش اي مشكله خالص، لكن الامور تكون بشكل شرعي وتكون بشكل يرضى عنه نادي الاتحاد. خليني اقول لكم برضو ان العصفوره قالت لي ان حصل
كلام ما بين الكابتن ابراهيم حسن وما بين محمود شاكر عبد الفتاح نجم نادي الاتحاد علشان ينضم لنادي الزمالك في يناير، وزي ما عملنا الحقيقه مع الكابتن هاني سليمان هنعمل مع الكابتن محمود شاكر. ازيك يا ابو الكباتن؟ السلام عليكم كابتن يوسف ابراهيم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا كابتن محمود. العصفوره كانت بتقول صح ولا بتقول غلط؟ والله العصفوره شكلها يعني معلوماتها غلط. لا ليه بقى؟ هو اصل الكلام كتير قوي في الفتره دي، معرفش، انا مش عارف ليه. اولا يعني مش بخصوص كمان نادي الزمالك بس، كان بخصوص يعني انديه تانية. فانا مش شايف ان ده اصلا كان وقت مناسب للكلام. يعني انا شايف ان الناس اللي كانت بتتكلم بتقول ان محمود شاكر هنا، محمود شاكر مضى هنا، محمود شاكر خلص، الكلام ده ملوش اساس. يعني اللي بيتكلم بيقول الكلام ده بيبقى عايز يهدم، مش عاوز يبني، لان هو ما بيدورش على اساس المعلومه الصح. هو خليني اقول لك انه بيتردد ان حصل يعني مقابله ما بينك وما بين الكابتن ابراهيم حسن، وطلب منك انك تكون موجود في يناير، والجلسه كانت وديه ما كانتش واخده الصفه الرسميه. هي يعني علاقتي بالكابتن ابراهيم والكابتن حسام ايام ما كان الكابتن حسام في نادي الترسانه كنت معاه، وبعدين لما جينا برضه نادي الاتحاد سوا، فالعلاقه بينا يعني عاديه، مش يعني، والكلام او المقابلات اللي بينا بتكون بشكل ودي او بشكل انت اخر مره قابلت فيها الكابتن ابراهيم حسن كانت امتى؟ لا من فتره تقريبا، كان عندنا ماتش في القاهره انا فاكر. كان برضه الزمالك تقريبا عندهم ماتش، كانوا معانا في نفس الفندق. فقابلت الكابتن ابراهيم، يعني كان بشكل ودي بيسالني انت ايه اخبارك، عقدك يعني بيطمن عليا، عقدك فاضل فيه قد ايه، يعني ايه، ما تستعجلش، اصبر واعمل ماتشات كويسه. بس ده الكلام اللي تم، انما غير كده ما فيش اي حاجه حصلت، ولا من الكابتن ابراهيم ولا من الكابتن حسام ولا من اي مكان تاني. يعني بص هقول لك كده بالحس بالسنس كده، هو مجرد سؤال الكابتن ابراهيم حسن على عقدك وعلى انت عامل ايه في نادي الاتحاد، وهل انت ناوي ولا مش ناوي. بيتهيألي ده بيتضح منه انه في نيه انك تكون موجود في نادي الزمالك. اكيد انت استشعرت ده وكنت سعيد بده. يعني هو طبعا يعني نادي الزمالك، نادي الاهلي، نادي الاسماعيلي، الانديه وخصوصا الانديه الشعبيه، يعني انا بعتبرها هي دي الانديه الكبيره. طبعا نادي الاتحاد، يعني الانديه دي كلها ما تقلش عن بعض. حتى نادي الترسانه يعني اللي انا اتربيت فيه برضو، دي الانديه اللي انا بحس ان ده النادي. ايوه، ده اللي هو نادي الشعبي، اللي هو النادي اللي جمهور مصر كله بيحب الانديه دي. فطبعا شرف لاي لعيب ان هو يكون بينتمي او بينضم لاي نادي من الانديه دي. وطبعا نادي الاتحاد لا يقل عن الزمالك ولا عن. طب قول لي فاضل في عقدك قد ايه يا كابتن محمود؟ انا فاضل لي بالظبط السنه دي، يعني هو السنه دي اخر سنه في العقد. يعني من حقك في يناير انك تروح اي نادي ببلاش؟ في يناير ما يعني من حقي ان انا امضي لاي نادي. طب ناوي تجدد مع الاتحاد ولا ناوي تعمل ايه بالظبط؟ والله التجديد في الاتحاد طبعا ما فيهوش اي مشكله، زي ما قلت لحضرتك، هو الاتحاد ما يقلش عن اي حد. يمكن بس الظروف هي اللي ملخبطه او في مشاكل، وموقف الفرقه والماتشات اللي على ارضنا بالذات هي دي اللي اثرت في شكل الفريق. لو كلمك الكابتن ابراهيم حسن وقال لك انا عايزك معايا في نادي الزمالك هتقول له ايه؟ بصراحه شرف لاي لعيب ان هو يلعب نادي الزمالك طبعا. يعني كابتن طبعا يعني نادي الاتحاد، انا برضه عايز اقول حاجه معلش. اتفضل. الناس فاكره ان انا مش عايز امضي الاتحاد لان انا بفكر في حاجه بره او عايز حاجه بره. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا فعلا قعدت مع سياده النائب محمد مصلحي واتكلمنا واتفقنا على كل حاجه. بس كان في اتفاق في الفتره القديمه اللي هي التجديد اللي فاتت. ايوه، كان في مستحقات، يعني كان في حاجات كده، اتفاق على حاجات معينه ولسه ما خلصتش. يعني لسه سياده النائب وعدني من فتره حتى قبل ماتش بتروجيت ان هو هيخلص كل ده. فهي دي اللي كانت معطله التجديد، مش فكره ان انا بره او جوه او مش عايز اقعد في الاتحاد او الكلام ده كله. طبعا كلام يعني عالي من الصحه تماما. يعني كابتن محمود شاكر عبد الفتاح.